لما نلبس اوتفيت عبارة عن جيبة وشميز لازم نلبس معاهم حزام، لان الحزام بيخلي الاوتفيت شكله لذيذ. ثانية واحدة، مين قال لازم؟ يلا نعمل مع بعض اوتفيت من غير حزام ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. هلبس الجيبة الجميلة دي ومعاها الشميز الكتان الخطير ده، هجربه معاكم النهارده في اللبس لاول مرة. يلا نشوف شكلهم في اللبس، وهستنى تكتبوا لي رأيكم في الكومنت. تفتكروا كده الطقم ناقص ولازم البس حزام؟ الحزام بيخلي الاوتفيت في حتة تانية. اقولك ليه؟ علشان بيحدد الوسط، وتحديد الوسط بيخليكي تشوفي ان شكل اللبس بقى كده احلى. ومش بس الحزام، الرباط اللي بيتعمل في البلوزات والفساتين علشان يحدد الوسط، كمان الاستك اللي بيتعمل بكشكشه عشان يحدد الوسط. كل الحاجات دي بتخليكي تفقدي شرط اساسي من شروط الحجاب الصحيح، وهو ان يكون لا يصف الجسم. الحاجات الصغيره دي مغريه، بس مش عايزين نشيل ذنب. انت قدها، ربنا يثبتك ويقدرك. لو احتجتي اي حاجه ما تتردديش تبعتيلي. بحبكم في الله.